أحمد عثمان كان مولود في عيلة فقيرة معدمة؟ عثمان أحمد عثمان ابن الإسماعيلية اللي اتولد سنة 1917 في عيلة فقيرة جدا. أبوه مات لما كان عنده 3 سنين، وده خلاه يعيش طفولة صعبة جدا. أخوه ما كانش عايزه يكمل التعليم بتاعه عشان يساعده ويصرف على البيت، بس الطفل عثمان كان عنده إصرار إنه يذاكر، وكان بيشتغل في الأجازة صبي في الورش عشان يساعد أسرته، وقدر يوازن بين شغله ودراسته لغاية ما خد شهادة البكالوريا من مدرسة السعدية الثانوي، وده في 1935. دخل كلية الهندسة وحصل على منحة تعليمية مجانية، وده بعد ما قدم شهادة فقر، وكانت وسيلة مواصلاته عجلة جمعها بنفسه من الخردة. ولما اتخرج من كلية هندسة اشتغل مع عمه الأمي اللي كان شغال مقاول، بس كان عنده حلم إنه يعمل شركة مقاولات تنافس الشركات الأجنبية. ولما عرف يحوش 180 جنيه أسس الشركة اللي كان بيحلم بيها وسماها